احنا دلوقتي عايزين نشيل السكشن ده كله على بعضه ونعمل مع بعض سكشن من اول وجديد خالص. فاحنا نعمل مع بعض سكشن. السكشن ده احنا والله نعمل تقسيمه، يعني نستعمل كونتينر علشان يحل المشكله بتاعه الرو اللي كان بيسببها سكرول في الموقع. جوه الكونتينر عايزين نعمل ديف. الديف ده يبقى واخد كلاس اسمه كابشن. في الكلاس الكابشن ده احنا نعمل h2 يكون فيها كلمه اسمها تاكسي. عايزين نعمل تحت ال h2 باراجراف لورم 10 مثلا. عايزين يكونوا متوسطنين في الموقع بتاعنا، فاحنا ندي للكلاس اللي اسمه كابشن تكست لاين سنتر. هنيجي نعمل الروم بتاعتنا علشان نجيب ايتم فرح بعضها. جوه الديف اللي واخد كلاس اسمه رو، فاحنا نيجي نعمل ديف. في الديف ده نديله كلاس. الكلاس ده هنقول له في الشاشه السمول احنا عايزين يكون 12 كولومز، يعني يكون العنصر فارش او الايتم فارش. في الشاشه اللي اكبر من السمول اللي هي الميديم عايزين والله يكون برضو فارش. في الشاشه اللي اكبر من الميديم اللي هي اللارج عايزين يكونوا مثلا اتنينات. فاحنا نقول 12 كولومز على الاثنين يبقى 4، يبقى من نصيب كل ايتم 4. في الشاشه اللي اكبر من اللارج اللي هي الاكس ال، فاحنا نقول كول داش اكس ال 4 ايتم فرح بعض. 12 كولومز على الاربعه فيطلع من نصيب كل ايتم 3. هنيجي نقول والله كول داش اكس ال في الشاشه ديت يكونوا برضو 3 كولومز، يعني يكونوا 4 ايتم فرح بعض. الكلام ده كله حلو، بس احنا ممكن نيجي نختصر في حاجه بتقول لك اللي فوق مني شبهي واللي تحت مني بيكون 12. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك في الشاشه بتاعت السمول مديها 12 كولومز، وفي الشاشه بتاعت الميديم نفس الكلام مديها 12 كولومز. ايه شلت ال 12 كولومز اللي موجوده في الشاشه بتاعت الميديم برضه يكونوا 12، علشان هو بيبقى ماشي بالترتيب لحد ما تيجي حاجه مختلفه عنده فتاثر عليه. فهو طول ما هو ماشي كده 12 كولومز 12 كولومز لحد ما يجي مثلا عند الاربعه فيبدا يتغير بقى من عند الاربعه. ماشي طول ما هو ماشي 4 لحد ما يوصل عند الاكس ال فيلاقيها 3 فيغير نفسه على طول. فانت لو جيت شلت الشاشه بتاعت الميديم فهو طول ما هو ماشي هيقول مثلا في الشاشه السمول 12. طب اللي بعد الشاشه بتاعت السمول اللارج الميديم فهو يقول برضو 12 طول ما فيش حاجه جاتت مختلفه عني. فهو لما يجي عند الشاشه بتاعت اللارج هيقول ده اللارج 4 خلاص يجي من 12 ل 4. نفس الكلام طول ما هو ماشي في الاكس ال الاقي نفسه 3، مثلا في الاكس اكس ال الاقي برضو نفسه 3، فمفيش حاجه اتغيرت. فاحنا نيجي نشيل اكس اكس ال. لو انت تتلخبط عادي ممكن تمشي بالطريقه القديمه، بس هو الطريقه الصح انك تعملها كده. بس برضو مفيش فرق ما بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه، هي كلها عباره عن اختصارات بس مش اكتر. فاحنا نيجي نعمل ديف نحط فيه الكونتنت بتاعنا. عرفنا ليه السبب، علشان الكولومز بتاعت البوت ستراب بتبقى واخده باندنج يمين وشمال عشان تعمل فراغ ما بين كل ايتم والتاني. فاحنا هنعمل في الديف ده ايمج. هنختار مثلا الايمج بتاعت التاكسي وطبعا هندي لها الكلاس بتاع بوتس 100% علشان يكون على جد البيرنت. هنيجي نعمل وصف تحت الايمج. فاحنا هنعمل مثلا h3 نكتب فيها كلمه تاكسي ونكتب فيها ديسكريبشن لا مثلا لورم مثلا 10. نيجي ندي للديف اللي جوه الكلاس بتاع الكولومز هندي له مثلا كلاس تكست لاين سنتر علشان ال h3 والبي يبقوا محطوطين في النص بالظبط. وعايزين برضو ندي لها لون مختلف مثلا بي جي دينجر. لما نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود ده الشكل اللي ظاهر لنا. عايزين مثلا ندي للشكل دي مثلا بوردر عشان يبقى شكله مميز شويه بوردر. لما نخش في الموقع بتاعنا هنعمل ريلود ماشي. عايزين نعمل الايتم حواف دائريه يعني نعمل له كلاس اسمه راوندد. تمام، احنا دلوقتي جهزنا اول ايتم نكرره. فاحنا بنيجي نكرر من فين؟ من عند الكولومز 1 2 3 4 5 6 7. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود ده الشكل اللي ظاهر معانا. دلوقتي احنا عايزين نعمل سبيسنج ما بين الايتم اللي فوق والايتم اللي تحت. فاحنا نيجي عند الكرس اللي واخد رو ونديله جي مثلا 4. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود في بقى ظهر دلوقتي السبيسنج ما بين كل ايتم والتاني. لما نيجي مثلا نصغر الشاشه بتاعتنا الاول بيكون 4 بعدها بيكونوا 3
بعدها بيكونوا اتنين واحد. السبب ان لما بيجي في الشاشه بتاعت الميديم ويكونوا فرشين 100% ان احنا اصلا ما ادلناش لما احنا كنا بنيجي نعمل الايتم ونجهزه ما ادلناش في الشاشه بتاعت الميديم انهم يكونوا 2. فاحنا نيجي في الشاشه بتاعت الميديم كول داش ميديم انهم يكونوا 6. طب ليه 6؟ علشان 12 كولوم على الاتنين فيبقوا 6. فاحنا نيجي نكررهم في كل ايتم. الموقع بتاعنا ونعمل ريلود بقوا في الشاشه بتاعت الميديم 2. لما نصغر اكتر من الشاشه بتاعت الميديم بقوا وحايد. ف ديت نهايه المقطع بتاعنا، نهايه الجريد سيستم بتاعت البوت ستراب. يا رب تكون الفيديوهات بتاعت الجريد سيستم بتاعت البوت ستراب فيها استفاده ليكم ويكون الشرح ممتع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا تنسونا من صالح دعواكم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.